السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيتكم بفيديو جديد وهو خمار للصلاة. نبدأ على بركة الله بعد الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنايا أنا عندي هذا الخمار. هذا الخمار تمد لي يعني من العمرة، إن شاء الله تكون عمرة مقبولة إن شاء الله. المهم ربي يكتب لنا عمرة وربي يرزقنا بعمرة أو حجة، وعلاش لا، ربي قادر على كل شيء. أنا هذا الخمار عجبني، جاي عريض وطويل هكا روعة. هو كشغل تقدروا تقولوا مش خمار، شارب تاع هنودة وتاع الباكستان كما راكم تشوفوا الألوان تاعو، القماش تاعو ما نحكي لكم، جاي روعة يهبل تاع الصيف يعني بارد، والوانه كما تشوفوا زاهيه. عجبتني الالوان تاعو روعه، حبيت نديرو خمار تاع صلاة كما راكم تشوفوا. هنايا عندي انا هذا الخمار، العرض تاعو 102 سنتيمتر والطول تاعو 185 سنتيمتر. هنا انا رايحه نقيس فتحه الوجه ونقيس جهه الجبهه. جهه الجبهه انايا عندي كلها 20 سنتيمتر، نقسمها على النص يسمى 10 سنتيمترات. قصت هنايا 10 سنتيمترات ودرت خط بالطبشورة، ومن بعدها نقيس الفتحة تاع الوجه. الفتحة تاع الوجه عندي 52 سنتيمتر، نقسمها على 2 ونحط النقطة تاع الطبشورة. بيان سور هنايا كلش بالقياسات، وبيان سور ندير النقطة ثاني في النص كما راكم تشوفوا هنايا، ندير نقطة في النص ونخطط مليح، لأنه هذا طبشور يتنحل الكتيبة تاعو ما تقعدش. هنايا كما قلت لكم القياسات كامل هنايا قدامكم. هنايا هاو النص، وهنايا هاي فتحة الجبهة. جهة الجبهة تقدروا ديروا لها بوندانا كما حنا نقولوا، هذيك تاع ليلاستيك، ذيك البوندلات ولا واش يقولوا لها كما تسموها. هذيك تقدروا ديروها توحلوها عادي وتخيطوا من تحت فتحة الوجه، تخيطوا ديريكت تجيكم اسهل، وحتى في اللبسة تجي اسهل. هو لو كان تخيطوا غير فتحة من تحت الفتحة تاع الوجه للتحتاني خلاص ريح كيما شغل يطير لكم، كل ما تركعوا يتنحلكم من راسكم. دركا هنايا كما راكم تشوفوا راني قصت المحيط تاع الراس. انا رايحه ندير في بلاصه البوندانا ذيك تاع الالاستيك، رايحه ندير سفيفه وراهم يجي استيك. الاستيك عندي 16 سنتيمتر، نقيسها ونقص. نقيسو قبل المحيط تاع الراس، نديرو اللوراني 15 ولا 16 سنتيمتر استيك، والباقي نديروه سفيفة. ولازم محيط الرأس يكون مزير، يعني يقيسو قد باش تجي مزيرة وتحكم لكم، وما يتحلسش وما يتنحلكمش الخمار. يعني كي تسجدوا ولا تركعوا يبقى في بلاصتو. وماذا بكم الخمار يكون كبير كما شفتوه هنايا، يكون إشارب يعني تاع إشارب تاع الهنودة. سفيفة قست 45 سنتيمتر، بعد ما قست المحيط تاع الرأس لقيت 45 سنتيمتر، ولاستيك 16 سنتيمتر. وإذا ما عندكمش إشارب كيما هذا عادي تشرو طرف تاع قماش. لازم يكون العرض تاعو كما قلت لكم 100 سنتيمتر، يعني هي متر، والطول تقريبا مترتين. اذا كان العرض تاع المقطع فيه 180 سنتيمتر مليح، يشرو غير متر. واذا كان العرض تاع الرولو تاع القماش يعني تلقاو فيه غير 100 سنتيمتر، فيه متر ولا متر وحاجه، اشرو مترتين، لانه لازم متر على مترتين.
هذا الخمار الطول تاعو يكون تقريب 2 متر، لانه 180 سنتيمتر قريب ل2 متر. بون هنايا راني رايحه نخيط السفيفه في بعضها، ومن بعدها نجي السفيفه في لاستيك، ومن بعدها نوحلها كما راكم تشوفوا هنايا. نتوما تقدروا ديروا بوندانا، ولا اذا كان عندكم طرف تاع بيزو تخدموا بوندانا وتوحلوها نورمال، تجي اسهل يعني، سواء في الخياطه ولا تجي اسهل يعني حاجه. كما راكم تشوفوا هنايا انا رايحه نخدم هذه السفيفه هذه باش ما تتفتحليش. لازمني بيان سور دائما السفيفه نحرق لها الحواشي تاعها، لانه هي تتفتح، لا تيكستور تاعها تتفتح مش مضمومه. غير ببريكي نحرق لها الحواشي تاعها كما راكم تشوفوا. وحتى من الاستيك دركا نزيد نحرق له ثاني الحواشي تاعو، مع انه صعب انه الاستيك نحرق له حواشي، بصح نحرقهم دائما نورمال، ومن بعدها نخيطهم نورمال. نتمنى انه تستفيدوا من هذا الفيديو ومن هذه الاستيوس، واذا عجبتكم قولوا لي في التعليقات باش نزيد لكم يعني دي استيوس اخرين وافكار اخرين نكون انايا كخياطه استفدت منها. كاين بزاف اللي طلبوا مني اسدال الصلاه، والله من الوقت والمرض وهاكم على بالكم كامل كيفاش يعني الوقت اللي جاز عليا. ان شاء الله ندير لكم اسدال الصلاه، وقولوا لي بارك في التعليقات واش من سن تحتاجوا لاسدال الصلاه، راح نحط لكم قياسات ان شاء الله نديرها لكم، لانه الصيف جاي. كما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو اني وحلت هذيك السفيفه، دركا ما بقالي غير ان نخيط من تحت فتحه الوجه حتى لنهايه الخمار وخلاص، يعني بكل هذه السهوله بطريقه يعني بسيطه طول. وان شاء الله ندير لكم اسدال صلاه ثاني موديل واحد اخر. هذا طريقه يعني بسيطه طول تقدروا تستعملوه في الصيف. الحجاب راح ندير لكم ثاني القياسات تاع الحجاب تاع الشرعي تاع اسدال الصلاه، مع اني درت لكم عندي في القناه قياسات وطريقه تاع حجاب بسيط طول، حجاب شرعي بسيط. كما هنايا دركا راكم تشوفوا هاني خيطته، شوفوا كيفاش جا النقش تاعو جاي كامل القدام وسايرا دايرا على الوجه، حتى من السفيفه جات على اللون تاع القماش جات روعه بصحتي. المهم كما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو جا روعه، والقماش تاعو ما نحكي لكم جاي يهبل وبارد في الصيف، روعه ما شاء الله. وهنايا كما راكم تشوفوا هذه النهايه تاعو هو ملبوس، كما تشوفوا مغطي اليدين كامل. هذا القياس هذا انا يرى المتر الطول تاعي 1.70 متر، وجا يعني مغطي ايديا روعه، يعني اسدال صلاه روعه. والنقش تاعو كما راكم تشوفوا فيه وانا لابساتو يهبل، جاني عجبني يعني ياسر روعه. حتى القماش تاعو ثاني ما شاء الله روعه. وهنا يعني لبستو للمانكان باش تشوفوه مليح، شويه نصورو يعني مليح باش تشوفوه. واللي لحقوا هنايا وعجبهم الفيديو وعجبهم المحتوى تاع القناه ومازالوا ما اشتركوا فعلوا الجرس، وما تنسونيش بارطاج وجيم وكومنتير زين كيفكم. ونشكر كل متتبعاتي وكل زائري قناتي، مرحبا بكم ونقول لكم والى اللقاء.